طبعا جاهم ام الركب الحين الحساب ومبلغين عليه اليوم. تعرفوا يعني اصلا معجزه انه استمر الحساب اكثر من شهرين، وصل 100,000، بيموتوا بيطقوا. ففي تبليغات على الحساب. ارجع اكد لكم مره اخرى، شغلنا كله على قنوات اليوتيوب الان مثبت وموجود ومحطوط عشان تراجعوه. اذا بغيتوا تشوفوه موجود على قنوات اليوتيوب في اللينك اللي موجود تحت صورتي، كل الاشياء فيه. طيب، الازهر طلع منشور البارح يتكلم عن خطورة الوضع، ويعني يوصي على آه، أنه إطعام أهل غزة والقيام بالواجب الإسلامي وقيام بواجب الجار. السيسي ما عجبه، حذفوا ولد مليكة، حذفوا ولد مليكة. تظاهرات في تل أبيب تندد بالحرب والمجاعة على غزة. تخيلوا الصهاينة طالعين يتظاهروا والعرب المتأسلمين قاعدين. استثمارات سعودية في سوريا، طبعا باب الحارة ما صدق على الله. عادي، عادي شيوخنا حنا ينسجنوا وبعضهم يقتل، وعادي حنا اغلبنا طفش من البلد وهاجر عشان وضع سوريا وعشان وقفتنا مع النظام السوري، مع ثورة الشعب السوري. وعادي رجالنا واشاوسنا وقفوا وقفة الحق عشان يجي اللي قفز على ثورة الشعب السوري وخطفها وجيشها باسمه، يروح اول ما يزور ولد سعودي اللي خرب ثورته بالدعشنه وياخذ التبريكات منه. طيب، واليوم طبعا استثمارات وما استثمارات، باعوا كل شيء مقابل الفلوس، ويبي يقنعونا ان هذه هي نفسها اللي حنا عانينا وتعبنا ودعمنا والناس ماتت وغرقت في البحار وهربت من سوريا. الثورة السورية ان هذه هي نفسها هي الثورة السورية. لا، مو نفسها. الثورة يقوم بها الأبطال والشجعان ويقطف ثمرتها الصهاينة والخونة. لذلك ليست بها أي سمة من سمات الثورة الشريفة اللي وقفنا لها 14 سنة، وقفوا لها شيوخنا الدعاة اللي لا زالوا بالسجن، وراح شرعكم يحط ايده بيد هذا. وما يصير تجزئة المبادئ يعني والشرف. يعني يا أنت مع عدوك اللي خرب ثورتك وقتل لك شعبك، يا اما انت ما انت معه. ما يصير نص ونص، نص حر ونص شريف، نص عبد ونص خاين، نص مسلم ونص صهيوني، نص حاقد على الشيعة ونص حابب للصهاينة. وش هالثورة هذه؟ وش هالثوار نصكم هذولي؟ ايضا في خبر مهم جدا على موضوع ترامب وكرة الثلج اللي قلنا لكم قاعدة تدحرج، تصير أكبر وأكبر وأكبر على فضيحته وأبستين. اليوم ترامب مصرح ومتهم حلفاء السابقين من القيادات الأمريكية، قاعد يقول أنا بروح وراهم، أنا بروح وراهم وحصطادهم. طيب، زي ما اصطادوني يسووا فيه، عادي صرح للتلفزيون الامريكي يقول زي ما سووا فيه انا حكون وراهم الان، وفي عصابه، والعصابه هذه باراك اوباما ومديره المخابرات جزء منها، وخبوا عنكم الادله اللي تثبت انه روسيا لم تتدخل في الانتخابات حقتي 2016. خبوها عنكم، ما طلعوا لكم اياها. طبعا اوباما رد عليه وقايل له هذه سياسه الالهاء وسياسه لفت الانتباه عن البلاوي وسياستك الفاشله اللي قاعد تسويها انت في امريكا. وكل الشعب الامريكي على فكره، قلت لكم امس انه 63% من انصاره قلبوا عليه. الشعب الامريكي قاعدين يقولوا انه ترامب قاعد يقول عن عصابه اشتغلت ضده، والرئاسه الامريكيه السابقه اشتغلت ضده، وانه قاعد يقول عنهم انهم خونه، وتهمه الخيانه الاعدام. طلع قلت لكم صار سعودي، صار من ولاة الامر العرب، عرفتم؟ اللي يعدم كل الناس اللي ضده. الكلام هذا ما يمشي في امريكا، هذا يمشي عند حظايركم، يمشي عند المستعمرات سايكس بيكو اللي يحكمها اصلا اذرع الاستعمار، بس ما يمشي في امريكا. والان الصوت بعزل ترامب بدا يطلع اعلى، وكلمتنا ما راح تنزل الارض، حيعزل او حيعزل وحتشوفوا. كثير من المواقع قاعده تتكلم الان عن عزلك يا ترامب، لانك انت تشكل خطر على السياسه الامريكيه وتشكل خطر على قيادة أمريكا للعالم اللي هم أصلا فرحانين فيه. طبعا في مظاهرة أصلا كبيرة الآن قدام السفارة المصرية بلبنان
يطالبوا المظاهرين بفتح المعابر. واحنا نوجه ايضا نداء لكل الشعوب العربيه اللي عندها سفارات مصريه تتوجه للسفاره المصريه، ونوجه نداء ايضا مره اخرى للشعب المصري ان السيسي لا يمثلكم، واخلاق مصر ودينكم الاسلامي واخلاق عروبتكم تستوجب عليكم ان تاخذوا انتم زمام المبادره، لانه في الاخير ما راح يتحاسب احد قدام الله سبحانه وتعالى الا انتم، ما راح يقول لكم السيسي، راح يقول لكم انتم. وان شاء الله اشوفكم في بث بعد قليل. شكرا.